السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام، ما زال حديثنا موصولا مع سيرة وحياة وقصة سيد الكرام عليه الصلاة والسلام في دروس السيرة لتصحيح المسيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا نعيش أحداث قصة النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعه وما بعد رضاعه عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا في اللقاء الفائت عن ذكر شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين. المرة الأولى عندما كان يرضع عند ضئره حليمة السعدية، والمرة الثانية قبل عروجه إلى سدرة المنتهى ليتأهب للمناجاة كما قال أهل العلم. ثم قدر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة ثانية إلى من؟ إلى أمه آمنة بنت وهب بعد حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام. خشيت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ من العمر 5 سنوات. قالت حليمة: قال لي أبوه أي زوجها الحارث: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت حليمة: فاحتملناه فقدمنا به على أمه. أمه من؟ آمنة. فقالت آمنة لحليمة: ما أقدمك به؟ يعني لماذا جئت به؟ وكانت آمنة قد طلبت النبي عليه الصلاة والسلام من حليمة، فقالت حليمة لها: دعيه لي، وألحت عليها. فلما ألحت حليمة على آمنة تركت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فلما رجعت حليمة بالنبي ازداد عجب من؟ آمنة. كيف وأنت ألححت مرة وثانية وثالثة أن أتركه لك؟ فأكيد في شيء جعلك تردينه إلي مرة ثانية. قالت: ما أقدمك به، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. فقالت حليمة: إنه قد بلغ الذي قضيت به، يعني أنا ما أخذته إلا لأرضعه، وقد بلغ من العمر الآن 2 واطمأننت عليه وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما كنت تحبين. قالت آمنة: ما هذا والله بشأنك، فاصدقيني خبره. قالت حليمة: فلم تدعني حتى أخبرتها. فقالت آمنة: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت حليمة: نعم. فقالت آمنة: كلا والله ما الشيطان عليه من سبيل، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا دعيه عنك.
ثم بعد ذلك الآن أنا جال في خاطري شيء، أن آمنة تركت النبي عليه الصلاة والسلام عند حليمة إلى أن بلغ الخامسة من عمره، إلى أن بلغ الخامسة من عمره. معنى ذلك أنه بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عامين حولين كاملين أرادت آمنة أن تأخذ ولدها، فلما تكلمت مع حليمة ألحت حليمة عليها في تركه، فترك النبي عليه الصلاة والسلام من عامين إلى 5 عند حليمة السعدية ضئره عليه الصلاة والسلام. قالت حليمة فلم تدعني حتى أخبرتها، فلما أخبرتها قالت ما للشيطان على ابني هذا سبيل، دعيه. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وكن معي في هذه الليلة، 6 سنين، توفيت والدته آمنة بنت وهب بالأبواء. والأبواء هذا مكان قريب من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن أمر المدينة أمر يهيأ للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته صلى الله عليه وسلم. وهي راجعة به إلى مكة بعد زيارة لها في المدينة، ولعل آمنة كانت في زيارة لشيء، لعله لقبر زوجها أو لعله لشيء، فقامت بها معه إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة المنورة. ذهبت إلى أخوال جده بالمدينة المنورة. قال الحافظ ابن كثير ثم توفيت آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. وله من العمر كم؟ 6 سنين. قال ابن القيم رحمة الله عليه ولا خلاف أن أمه آمنة ماتت بين مكة والمدينة بالأبواب، منصرفها من المدينة بالفتح، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. ثم بعد ذلك لم ينسى النبي عليه الصلاة والسلام أمه، كيف لا، وهو الذي أتى يعلم الناس بر الأم وبر الوالد، فيقول للصحابة إن الوالد هو أوسط أبواب الجنة. ويأتي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يقول أمك. يقول ثم من؟ يقول ثم أمك. يقول ثم من؟ يقول ثم أمك. يقول ثم من؟ يقول ثم أبوك. وليس هناك ثمة باب يدخل الرجل الجنة بمنتهى السهولة واليسر مثل باب بر الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلزم رجليها فثم الجنة. وبر الوالدين شيء سهل، كما يقول أهل العلم البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. أنت مع الوالدين، قال عثمان بن عفان، واسمع إلى هذه الآثار، قال عثمان بن عفان والذي نفسي بيده ما تأملت وجه أمي منذ أسلمت. لماذا؟ لم يصوب عينه في عينها، فكان إذا رآها خفض بصره. ما تأملت وجه أمي منذ أسلمت. وقال حارثة بن النعمان وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نمت فرأيتني في الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت رجل يقرأ القرآن فقلت صوت من هذا؟ قالوا هذا صوت حارثة بن النعمان يقرأ القرآن في الأرض وصوته مسموع في السماء في الجنة. نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت رجل يقرأ القرآن قلت صوت من هذا؟ قالوا هذا صوت حارثة بن النعمان. قالت عائشة راوية الحديث كذاك البر كذاك البر كذاك البر،
يعني عمله الذي أوصله إلى ذلك هو بر الوالدين. وكانت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت له أمه ذات يوم: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد، فإن لم تفعل ذلك أموت جوعا فتعير بي فيقال لك يا قاتل أمك. تعير. فقال لها: يا أماه، خلي بالك من اللفتة التي سأذكرها لك، يا أماه كلي أو دعي، فوالله لو كانت 100 نفس لك خرجت نفسا ما تركت دين محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طب هذا القرآن نزل يمدح صنيعه أم يذم صنيعه؟ ربنا قال له إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما فعلته صواب، لكن حديثك مع أمك لا ينبغي أن يكون هكذا، لا ينبغي أن يكون. قالت أسماء أخت عائشة من الأب، أم عائشة هي أم رومان، أم أسماء كانت كافرة. قالت: يا رسول الله إن أمي جاءت إلي وهي راغمة. راغمة يعني إيه؟ راغبة عن الإسلام، راغبة عن الإسلام، لا تريد أن تسلم. أذكرها: أفأبرها؟ خلاص. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالبر. تيجي تكلم واحد في مسألة بر الوالدين يقول لك: أحسن أنت ما تعرفش أبويا قال لي إيه، أحسن مهما أحكي لك أمي عملت إيه، أحسن أنت ما تعرفش أنا في صغري أبويا كان بيعاملني زي. يا أخي أقول لك: بر أباك ولو كان كافرا. هل هناك ذنب أعظم من الكفر؟ الكفر بالله. لو أنه يعبد اللات والعزى ومناه ويطوف بالقبور ليلا ونهارا ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، وإذا نظر إليك سبك وشتمك، أنت مأمور بماذا؟ ببره. مسألة بر الوالدين هذا مسألة صعبة جدا. عثمان يقول: ما تأملت وجه أمي منذ أسلمت. الله يقول: فلا تقل لهما أف. ودايما حاجة الوالدين للولد تكون عند الكبر. الأصل أنت عند أبيك أو أبوك عندك. الأصل إيه؟ اللي أنت ساكن فين؟ بيت أبوك. يبقى من عند من؟ أنت عند أبيك. لكن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. العندية هذه انتقلت، صار في حاجة إليك. قد لا يسكن في بيتك الذي تزوجت فيه وأنجبت أولادا، لكن بعد كبره كأنه صار عندك. بعدما كان أبوك يرعاك صرت مطالبا برعايته. قال: يا ابن عمر أفأكون وفيت؟ قال: ولا يساوي إيه؟ زفرة يعني إيه؟ طلقة يوم أن ولدتك. الإنسان لا يختار أباه ولا يختار أمه، بل هو مطالب أن يكون بارا بأبيه وأمه لأنهما اختيار الله عز وجل له. اسمع: وما رأيت رجلا قط ولا أظنني أرى رجلا رفع الله شأنه وجعل له مكانة بين الناس كبارا، ولا اعتلى منبرا فصار له سيرة حسنة بين الناس، ولا وقف إماما بالحرم المكي أو المدني، ولا رجل أبدا. لا يمكن أبدا أن يكون هذا الرجل الذي أعلى الله شأنه وكعبه وختم له بخاتمة حسنة، لا يمكن أن يكون رجلا إيه؟ عاقا لوالديه. قيل لبعض السلف: فلان مات. فقال: وكيف مات؟ فقال له الرجل: سقف البيت سقط عليه. قال: والله ما أظنه مات.
اذهبوا فانظروا شأنه. فذهبوا ينقبون فإذا هو حي تحت السقف لم يمت. فأخرجوه ثم ذهبوا للشيخ وقالوا له: ذهبنا فوجدناه حيا، كيف عرفت ذلك؟ فقال: اسمع، إن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء. البر بوالديه لا يموت ميتة السوء. ما عليك إلا أن تتلطف لأمك وأبيك، بس تلطف لهما. الدعاء، الصدقة، خفض الجناح، خفض الصوت، حاضر، طيب، نعم، من عيني الاثنين فقط. ليس عليك إلا أن تقول الكلمة الطيبة، بل هذا واجب عليك. ووالله وبالله وتالله إن فعلت ذلك فأنت الفائز في الدنيا قبل الآخرة. تفتح لك. نحن نختلف عن غيرنا من غير المسلمين. نحن أقوام إذا أغلقت في وجوهنا أبواب الدنيا فتحت لنا أبواب السماوات. وليس هناك يد ترفع إلى السماء تكون بركة عليك في الدنيا والآخرة مثل يد أبيك أو يد أمك، لا سيما مع دمعة، مع رقة، لا سيما عند بيت الله الحرام، لا سيما بين أذان وإقامة، لا سيما في ساعة إجابة يوم الجمعة، لا سيما في يوم عرفة. فأنت مأجور على كل حال. منذ أيام أو منذ شهرين أو 3 رأيت رؤيا، والعجيب أنني رأيت شابا ليست لي به علاقة، لكنني في أحداث الرؤيا نصحته. وكان من جملة ما نصحته أنني قلت له في الرؤيا هكذا بالجملة العامية: مالكش بركة إلا جزمة أبوك، مالكش بركة إلا جزمة أبوك. ثم بعد ذلك كان هاتف هذا الشاب معي، فأنا أنظر في الحالات اللي بتبقى موجودة على البرنامج الواتساب، وجدته فدخلت عليه وقلت: السلام عليكم، كيف حالك فلان؟ وهو شاب الظاهر فيه الصلاح، وربما يقف إماما بالناس في بعض الصلوات. فقلت أبشره بذلك، فأخذ مني ما بشرته به، ثم قال لي: جزاك الله خيرا، وانتهى الحوار. وأنا أحب حديث الشباب وبعد فترة ذهبت، أبوه عنده محل، فأشتري منه شيئا، فبشرته بالرؤيا. اسمع، فقال لي: ابني يا رب يحصل له كذا وكذا وكذا. شوف، كل ما يخطر لك ببال من الدعاء على الولد دعا به عليه، لدرجة أنه هو دعا بهلاكه وموته وبطشه وكل شيء، وظل يدعو حتى إننا والله كاد شعر يشيب من شدة ما رأيت حزن هذا الرجل وبغضه لولده الوحيد، أظن أنه ولده الوحيد. فقال لي: كان سببا في طلاقي لزوجتي، وفعل وفعل وفعل، ويا شيخ شتمني أمام الناس وقال لي: يا فلان يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، وظل يعدد لي سبابا وشتائم، عافانا الله من سماعها مرة ثانية، قولوا آمين. فجاءتني الرؤيا. طب شاب مثل هذا متعلم ومعه كلية، وجاءته رؤيا على لسان رجل من المسلمين، وقصت هذه الرؤيا عليه، أليس من الواجب عليه هذا الأحمق أن يذهب وأن يعيد النظرة في علاقته بمن؟ بأمه وأبيه، بأبيه مرة ثانية. لا ينبغي أن تكون همزة قطع بين أبيك وأمك مهما حصل. إن لم تستطع أن تكون همزة وصل فبر أباك وبر أمك، أنت ستحاسب عن ذلك أمام الله يوم القيامة. وإنما أطلت النفس في ذكر هذا الأمر حتى تعلم ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام حين ماتت أمه، وبعد ذلك كبر النبي عليه السلام وصار بكى النبي عليه الصلاة والسلام يوما حين تذكر أمه. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. عارف يعني ايه بكى وأبكى من حوله؟ يعني بكاء مع ارتعالة الجسد، مع رقة القلب، مع كل هذه الأشياء. وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، وعينه تذرفان عليه الصلاة والسلام. شوف الرواية الأخرى، رواية الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم. يعني فداه؟ فداء أبي وأمي يا رسول الله. وقال: يا رسول الله ما لك؟ عندما تراني حزين قل لي ما لك، عندما تراني كئيب لا تبخل علي بكلمة، لا تبخل علي بمشاعر طيبة، لا تبخل علي بما أنعم الله عز وجل عليك به. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جاءك رجل مكروب، جاءك رجل مطرود، جاءك رجل عنده كرب، يحكي لك، يطلب منك شيئا، إن لم تستطع أن تعطيه ما طلب فلا أقل من كلمة، فالكلمة الطيبة صدقة، فلا أقل من أن تشاركه. عائشة رضي الله عنها لما كانت تبكي في حديث الإبك لم تنسى امرأة من الأنصار دخلت عليها قالت: فرأتني أبكي فبكت لبكائي، بكت لبكائي، بكت لبكائها. وطلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه حين نزلت توبة كعب بن مالك رضي الله عنه ودخل المسجد، من اللي أمله؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. قال: فدخلت المسجد يتهلل وجهي فرحا، فلما دخلت والله ما قام لي أحد من المهاجرين والأنصار إلا من؟ طلحة. بعدما عمي بصره ومشى معه ولده وصار يحكي قصة غزوة تبوك وما حدث في تخلفه عنها، يحكي وهو بيجي عند المقطع ده يقول إيه؟ وأنا والله لا أنساها لمن؟ لا يمكن أن ننسى. لا، حفظ الجميل، أنت لا تتحدث عن جميلك مع الناس، بل الحر إن صنعت له جميلا قيدته. يعني قيدته؟ صرت مقيدا له حتى يرد إليك هذا الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام من قدم له جميلا؟ من المشركين، لما قال: لو كان المطعم بن عدي، لما النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف وطرد وخاف إن هو دخل مكة أن يقتل بعدما أعلنوا العداء على النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل النبي لفلان وعلان وفلان وعلان. الذي قبل أن ينزل النبي في جواره هو من؟ المطعم بن عدي، ونزل في جواره النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام هجر من مكة للمدينة والسنة الأولى والثانية وكانت غزوة بدر، وكان المطعم قد مات، فدخل جبير بن المطعم بن عدي. قال: فدخلت المدينة ثم سألت عن رسول الله فقيل لي في المسجد، فذهبت إلى المسجد فدخلته فألفيت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ سورة إيه؟ الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. شوف تقدير ربنا لما رجل عربي يقرأ آية تتحدث مع رجل عاقل بالعقل. قال: حتى بلغ قول الله: أم لهم إله غير الله؟ قال: فكاد قلبي أن يطير من مكانه. قال: فلما انتهى النبي من صلاته رآني
فلما كلمته في أسارى بدر تذكر أبي وقال لي: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم طلب مني هؤلاء النتنى لأعطيتهم له. إيش معنى المطعم؟ يريد أن يرد الجميل عليه الصلاة والسلام. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. هذه رواية الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح على شرط الشيخين. فدمعت عيناي رحمة لها من النار. ثم توفيت آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن واسمها بركة، وهي التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمن؟ بزيد بن حارثة حب النبي والذي كان يدعى بزيد بن محمد. وولدت لزيد غلاما سماه أسامة بن زيد الأسد المغوار المعروف المجاهد، وهو الذي كان يقال له الحب ابن الحب. فرجعت أم أيمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فضمه وكفله جده عبد المطلب. كفالته عند من؟ جده عبد المطلب. الأخبار تقول: فرق له رقة لم تعرف له عند أحد من أبنائه قط. يعني أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا لم يرزقه أحد من أبنائه العشرة. رق له رقة لم يرقها على أحد من أولاده، وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام. وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني، فيؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه. وانظر إلى هذه القصة العجيبة التي يذكرها أهل التاريخ والسير، التي تبين لك كيف كان هذا الرجل يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن كندير ابن سعيد عن أبيه، هكذا اسمه كندير ابن سعيد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية. جرت عادة عبد المطلب أنه إذا أراد أن يرسل أحدا ذكيا في طلب أرسل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ليه النبي؟ غلام ثقف لقن عليه الصلاة والسلام، ذكي المعي، يفهم ما يقال له فينفذه وبسرعة. فهذا الرجل يقول: حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: ربي رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. يدعو الله عند الكعبة أن يرد إليه النبي. وكان عبد المطلب قد أرسل النبي في حاجة ولم يرجع إليه النبي سريعا كعادته عليه الصلاة والسلام. فقلت: من هذا؟ فقالوا: عبد المطلب ابن هاشم بعث بابن ولده محمد في طلب إبل له، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أنجح يعني أسرع ونفذها كما طلبها منه. فلم يلبث أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الإبل.
فاعتنقه عبد المطلب وقال: يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، ووالله لا أبعثك بعد اليوم في حاجة أبدا ولا تفارقني بعد اليوم أبدا. هذا ليس معروفا عند الايه؟ ده العرب عندهم شدة وقسوة. هذا الحب، هذا الإفراط في الحب لم يكن معروفا عند هؤلاء. وكان كذلك كما يذكر من عادة عبد المطلب أن له فراشا، وكان يجلس حوله بنيه وأولاد بنيه، عزوة 10 أولاد وكل واحد عنده أولاد، وهذا الفراش لا يجرؤ أحد أن يقربه. وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، ولا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأبى وهو غلام جفر يقظ قريب من البلوغ حتى يجلس عليه الصلاة والسلام، فيأخذه أعمامه فيؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: دعوا ابني يجلس فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع، يعني إذا راه صنع شيئا ضحك وابتسم عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. قال الحافظ ابن كثير: ثم كان صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين. قال ابن القيم: وكفله جده عبد المطلب وتوفي وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. وكان عبد المطلب قد أوصى أبا طالب عمه، وكان رحيما وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شقيقا لأبيه عبد الله ابن عبد المطلب. أبو طالب وعبد الله أشقاء من أم وأب واحدة. فوصى عبد المطلب حين أدركته الوفاة، وصى ولده أبا طالب إن هو مات أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في كفالته، فمات وهو ابن 8 سنوات ورسول الله ابن 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب تلبية لوصية جده من؟ عبد المطلب. وكان بين النبي وأبي طالب أشياء كثيرة، يعني كنت قد حضرتها ولكن لم يعد هناك متسع في الوقت نعيش معها في لقاء آت إن قدر الله اللقاء والبقاء، لنعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكفول في بيت أبي طالب، ثم نعيش رسول الله تاجرا مع عمه أبي طالب في قصة يقال لها قصة بحيرة الراهب التي صححها الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا ما تيسر إراده وعان الله على إعداده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لربنا محبين ولنبيه متبعين وعن أصحابه مدافعين، وأن يجعلنا ممن تربوا على مائدة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي يسأل يقول: كيف أكون بارا بأبي وأمي بعد وفاتهما؟ أولا بالدعاء لهما، ثانيا ببر من كان يبرانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. يعني أبوك كان يحب عمك تكون برا بعمك، أبوك كان يعطي فلان اعطيه، أمك كانت تحب خالتك اعطي خالتك.
أبوك كان يفعل كذا مع فلان الجار وفلان البائع وفلان كذا، كن على نفس النهج، تكون بارا بأهل ود أبويك. كذلك الصدقة، كذلك إن لم يكن حاج تحج عنه، إن لم يكن تعتمر عنه، تتصدق عليه، لكن لا أقل من كثرة الدعاء له في كل وقت وفي كل حين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.